السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا ومميزة جدا. هنعمل مع بعض دجاج الكوردون بلو. هي وصفة من المطبخ السويسري. حقيقي هي وصفة لذيذة جدا جدا. جربوها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبتدي مع بعض الفيديو. معايا هنا نص كيلو صدور فراخ. طبعا او دجاج فليه منزوع العظم. حطيت عليها التتبيله طبعا للتتبيله. معايا هنا نص معلقه صغيره بصل بودر، نص معلقه صغيره توم بودر، كمان جنزبيل بودر وفلفل وملح، وكمان ضفت لها كوبايه زبادي. طبعا قبل ما نتبلها بالشكل ده ممكن ندقها وممكن ما ندقهاش حسب حجم الصدور عندي او بنحبها ازاي. وهقلبها كويس في التتبيله زي ما انتم شايفين. وهرجع اقلبها بالشكل ده بحيث اني اتاكد ان كل الفراخ وصل لها تتبيله. وهشيلها في التلاجة لمده ساعتين. وفي الاثناء دي هبدا اجهز معايا بيضتين زي ما انتم شايفين. الطبقات طبعا اللي هنغطيها بيها بعد ما نرولها. معايا بيضتين ومعايا هنا ربع كوبايه حليب، ربع فنجان حليب. وهبدا اضيف طبعا ملح وفلفل. وانا بضيف الملح هعمل حسابي ان انا ما احط ان انا كمان هضيفت ملح للتتبيله. ما اضيفش ملح كتير تتبيله الفراخ. كمان لسه هنضيف على الدقيق فنعمل توازن. وهبدا اخفق البيض بالشكل ده. وهستمر في خفقه كويس قوي لحد ما يتجانس معايا. وبكده البيض اصبح جاهز معايا زي ما انتم شايفين. دلوقتي عندي هنا بقسماط ناعم. هبدأ اضيف كمية بقسماط مناسبة لكمية الصدور اللي عندي. وهجهز كمان طبقة الدقيق. هجيب معلقتين دقيق زي ما انتم شايفين. هضيف عليهم هتبلهم بالفلفل. وكمان هضيف ملح. وهضيف كركم عشان يدي لون حلو جدا للفراخ. وطبعا هنضيف نشا لو متوفر نشا. وهقلب الخليط كويس قوي الدقيق والتتبيله لحد ما تمتزج كل المكونات. تمام زي تتبيله البانيه. نفس الطبقات دقيق وبيض ودقيق وبقسماط. كده خلاص الدقيق جاهز معايا. هشيل كل المكونات دلوقتي على جنب. وهطلع خلاص كده فات ساعتين على الفراخ في التتبيله. الصدور عندي هنا جبن سويسري سلايس، وكمان عندي هنا لانشون مدخن. هبدأ اجهز الرول بتاعه الكوردن بلو. هجيب كيس بلاستيك زي ما انتم شايفين وهضيف عليه قطع الصدور. وهضيف طبقة لانشون وبعد كده جبن سويسري وهرول لها بنفس الطريقة دي. هرول لها بالشكل ده وهقفلها بخلة السنان
زي ما انتم شايفين. هجيب قطعة تانية وهضيف قطعة لانشون وجبن سويسري، وهقللها بنفس الطريقة واقفلها بخلة السنان، عصا الأسنان دي صغيرة. وجبت قطعة تانية وبنفس الطريقة رولتها، هضغط عليها كويس أوي وانا برولها بحيث ان هي تبقى مضغوطة، وهخلص كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. ممكن نضيف نستخدم كمان فلفل، ممكن نستخدم فلفل ألوان أو فلفل أخضر حسب ما بنحب، ممكن نستخدم زيتون حسب الرغبة، مع اللانشون والجبن السويسري. وهنرول بنفس الطريقة دي. أنا خلاص خلصت كل الكمية اللي معايا، هبدأ أنزلها في البيض، وبعد كده في الدقيق، وأخيرا في البقسماط، وهضغط عليها كويس قوي بحيث ان هي تاخد طبقة كويسة من البقسماط. وهرجع اعمل واحدة تانية بنفس الطريقة. مهم قوي ان احنا نضغط عليها في البقسماط بحيث ان هي تاخد طبقة كويسة جدا من البقسماط، تتغلف كويس قوي. وهخلص كل الكمية بنفس الطريقة. خلاص انا خلصت كل الكمية اللي موجودة معايا زي ما انتم شايفين. دلوقتي هحطها في الفريزر لمدة تلت ساعة عشان تخلي القشرة بتاعتها تمسك كويس وما تقشرش معايا. الخطوة دي مهمة جدا. بعد كده هجيب طبعا زيت غزير زي ما انتم شايفين في الطاسة، وهبدأ انزل بالقطع الكوردون بلو زي ما انتم شايفين. نقدر طبعا نسويها في الفرن طبعا بالزبدة. هنجيب قالب ونحط فيه معلقتين كبار زبدة، وهضيف فيها قطع الكوردون بلو، بس بدل ما نرولها بالشكل ده هنعملها على شكل نص دايرة. يعني هنضيف قطعة الجبنة وقطعة اللانشون، وبعد كده هنتنيها بحيث ان هي تاخد، ونقفلها بعود الأسنان بحيث ان هي تاخد نص دايرة، شكل نص دايرة، ونحطها في الصينية بتاعتنا وندخلها الفرن، او نقليها في الزيت بنفس الطريقة اللي انا بعملها دي. هي خلاص اخدت اللون المناسب معايا. هبدأ اطلع قطع الكوردون بلو اللي استوت. وهساوي كل الكمية اللي موجودة معايا بنفس الطريقة.
المهم ان احنا نخلي النار متوسطة علشان تاخد لون وتستوي في نفس الوقت. ما تاخدش لون قبل، لو علينا النار قوي ممكن تاخد لون قبل ما تستوي، فنخليها على نار متوسطة علشان تستوي معانا كويس كمان وتاخد اللون. هبدأ انضف الزيت كده. خلاص كل الكمية اتحمرت بشكل كويس. وده الكوردون بلو، هي وصفة حلوة جدا مميزة جدا وطعمها حلو جدا جدا. وبتتقدم طبعا مع رز ابيض وخضار سوتيه او مع المكرونة. وصفة لذيذة جدا جدا جدا. وطبعا ممكن نقدمها نعمل معاها اي صوص احنا نحبه. ودي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها ويا رب تعجبكم. ومستنية تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا.